السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتم بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل بطانيه بيبي وغرزه الوافل. غرزه حلوه جدا وسهله، وبصوا شكلها كده بيبقى عامل زي 3D. كمان بتبقى تقيله، بتبقى فعلا بتدفي وحلوه قوي في الشتاء. تقدري بقى تكبريها لو حابه ان انت تعمليها على كنبه او مفرش سرير. بصوا الظهر بتاعها حلو قوي برضو وشكله جميل. فسهله جدا وغرزه ممتعه قوي في الشغل بتاعها، وكل ما بتطلع معاكي بتحسي انتي مستمتعه اكتر. استخدمت 5 شلات من هيمالايا افريداي، وشله واحده واقل من شله كمان للكنار باللون الاوف وايت. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. انا هشتغل بابره مقاس رقم 4، وهعمل لكم ماكيت صغير علشان نفهم شكل الغرزه. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، وهبتدي اشتغل تكرار رقم 3. اعمل سلاسل واكرر رقم 3، او يعني رقم يقبل القسمة على 3. وبعد كده هبتدي ازود غرزتين في الاخر. فانا هشتغل هنا 21 غرزة وهزود عليهم غرزتين، يبقى معايا العدد 23. عملت كده 23 غرزة، وهبتدي بقى اشتغل على السلاسل اللي انا عملتها. انا مش محتاجة اشتغل على الظهر لان انا كده كده هعمل كنار، فمش محتاجة ان انا ابرز شكل الغرزة، فهشتغل عادي على طول جوه الغرزة نفسها من غير ما احتاج اقلبها على الظهر. طيب اول حاجة هسيب عندي اول غرزتين اللي انا كنت مطلعة بيهم زيادة، وهلف الخيط على الابرة، وهبتدي اشتغل في تالت سلسلة عندي. هدخل كده في تالت سلسلة واعمل عمود بلفة عادي. بعد كده اروح للغرزة اللي بعدها وادخل واعمل فيها عمود بلفة، واروح للغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلفة. الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل عمود بلفة، وهكمل كده لحد نهاية السطر. همشي على كل سلسلة هدخل فيها واعمل عمود بلفة كده لاخر السطر، وبقى عندي اخر غرزتين. ناخد بالنا من اخر غرزة قبل العقدة نشتغل فيها. فهلف كده الخيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي قبل الاخيرة واعمل عمود بلفة، واروح لاخر غرزة قبل العقدة على طول وادخل فيها واعمل عمود بلفة. بعد كده هبتدي، انا كده خلصت خلاص اهو تمام، ده شكلها. بعد كده هبتدي اطلع بسلسلة واحدة والف الشغل الناحية التانية، وهلف الخيط على الابرة وهدخل في اول عمود بلفة هيقابلني هنا اهو. هدخل تحت الحلقتين كده واعمل عمود بلفة. دايما بداية ونهاية السطر هيبقى عمود بلفة. بعد كده هاجي للعمود اللي بعده، هلف الخيط على الابرة وهعمل عمود امامي. هدخل كده في الفراغ اللي هو قبل العمود، واخلي العمود يبقى قصاد الابرة، واطلع من تحت العمود واخد الخيط كده واسحبه من تحت العمود والف الخيط عادي واعمل عمود بلفة. ده كده اسمه عمود امامي. بعد كده هروح للعمود اللي بعده والعمود اللي بعده، هدخل عادي تحت كل حلقة واعمل عمود بلفة. فهلف الخيط كده وادخل تحت الحلقتين بتاعه العمود اللي بعده واسحب واعمل عمود بلفة، واروح برضو في العمود اللي بعده وادخل تحت الحلقتين واسحب واعمل عمود بلفة. بعد كده العمود اللي بعده اللي هو ده هدخل واعمل عمود امامي. فهلف الخيط كده ادخل من الفراغ اللي قبل العمود على طول بالشكل ده كده، ادخل وبحيث اخلي العمود هو اللي على وش الابرة، والابرة داخله مرتاحه مفيش اي خيط متعلق، واسحب الخيط والف واعمل عمود بلفة عادي. بعد كده العمودين اللي بعد كده هعملهم عمود بلفة عادي. ادخل تحت الحلقتين بتاعت كل عمود بالشكل ده كده واسحب واعمل عمود بلفة. اروح في العمود اللي بعده ادخل تحت الحلقتين واسحب واعمل عمود بلفة. اروح للعمود اللي بعدهم واعمل عمود امامي. هدخل كده قبله في الفراغ واخلي العمود هو اللي على وش الابرة واسحب واعمل عمود امامي،
وهكمل بنفس الطريقة لاخر السطر. هعمل العمودين اللي جايين عمود بلفة عادي تحت كل غرزة، وبعد كده اعمل العمود اللي بعده عمود امامي. نمشي كده لحد ما نوصل لنهاية السطر ونشوف هنعمل فيه ايه. وصلت كده لاخر السطر، هبتدي اخر حاجة عاملاها عمود امامي، بعد كده هعمل عمود بلفة في الغرزتين اللي بعد كده، بعد كده عمود امامي في الغرزة اللي قبل الاخيرة، هدخل كده واعمل العمود الامامي. واخر حاجة عندي اخر عمود ده بعمله عمود عادي خالص، وادخل تحت الحلقتين واعمل عمود عادي. ده هيبقى نهاية كل سطر عندي بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة وهلف الشغل الناحية التانية، واول غرزة عندي بعملها عمود عادي، الف الخيط وادخل تحت الحلقتين واعمل عمود بلفة عادي. بعد كده هيقابلنا العمود ده اللي هو كان اخر حاجة عندي هنا عمود امامي، فهعمله عمود عادي خالص. هدخل تحت الحلقتين وادخل واعمله عمود عادي، هدخل زي ما كنت بعمل عادي. بعد كده هبتدي هنا هيقابلني اللي هما العمودين بلفة اللي انا كنت بعملهم، وادخل تحت الحلقتين اللي هو ده وده. تمام. هيقابلني هنا ان هو شكله بارز ان هو عمود امامي، هشتغل فيه ان هو عمود امامي، يعني هو في الظهر بيديني شكل العمود الامامي، انا هشتغل برضو فيه عمود امامي. يعني ايه الموضوع هيبقى ماشي بالعكس، كل عمودين هيقابلوني كنت عاملاهم عادي عمود عادي هعمله عمود امامي، والعمود اللي انا اصلا كنت عاملاه في الظهر هنا عمود امامي هشتغل فيه هنا الناحية دي عمود عادي خالص. فهعمل العكس، او هنا قابلني العمودين اللي انا كنت عاملاه من الناحية التانية عمود عادي، بس هنا شكله بارز معايا هدخل فيه واعمله عمود امامي. يبقى دي اول واحد عمود امامي اهو، اللي بعده عمود امامي. بعد كده قابلني العمود الامامي اللي انا كنت عاملاه في الظهر، شكله اهو بصوا راجع لورا كانه عمود اصلا معمول عمود عادي خالص، هدخل فيه واعمله عمود عادي تحت الحلقتين. هيقابلني بعد كده العمودين اللي انا كنت عاملاهم عادي هعملهم عمود امامي، ادخل كده واعمله عمود امامي، وادخل في اللي بعده واعمله عمود امامي بالشكل ده كده. هيبتدي بقى تظهر معايا شكل الغرزة كل ما اطلع بسطور اكتر. نكمل لنهاية السطر. في نهاية السطر عندي اهو اخر عمودين كنت عاملاهم عادي الناحية التانية هعملهم عمود امامي. بعد كده العمود الامامي اللي كان الناحية التانية في اخر السطر هعمله عمود عادي، ادخل تحت الحلقتين واعملها عمود عادي. واخر حاجة هيقابلني العمود بقى اللي بنعمله في اخر السطر، هدخل فيه وادخل تحت الحلقتين كده واسحب واعمله عمود عادي. بعد كده هطلع بسلسلة واحدة وهلف الشغل الناحية التانية، وهعمل دايما اول عمود بدخل تحت الحلقتين كده واسحب واعمل عمود عادي. السطر ده بقى هعكس واشتغل زي السطر الاولاني. العمود اللي انا كنت عاملاه هنا عمود عادي ورا اهو، اخر عمود كان عندي عاملاه عمود عادي، ظاهر عندي هنا ان هو شكله عمود امامي، فانا هشتغل فيه الف الخيط واعمل عمود امامي زي ما كنت بعمل في السطر اللي قبل اللي فات. اول غرزة بعد العمود العادي بعمله عمود امامي. بعد كده هيقابلني الغرزتين اللي بعد كده انا كنت بعملهم في السطر اللي تحت ايه عمود عادي، بدخل تحت الحلقتين واعمله عمود عادي، فالف الخيط كده واسحب واعمل عمود عادي تحت الحلقتين واروح في العمود اللي بعده واعمله عادي. بعد كده هيقابلني هنا العمود بارز اهو اللي احنا كنا بنعمله في السطر اللي فات عمود عادي، بس هو انا شكله بارز عندي كأنه عمود خلفي، فانا كأنه عمود امامي، فانا هدخل فيه واعمله عمود امامي. بعد كده اروح في الغرزتين اللي بعد كده واعمل عمود عادي، وهكمل كده بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. اخر حاجة عملتها في السطر عمود امامي. بعد كده هدخل في الغرزتين اللي بعدهم واعمل عمود عادي،
بعد كده عمود امامي اللي هو اخر حاجة في السطر، وادخل في اخر عمود عندي واعمله عمود عادي، ودي نهاية السطر بتاعتي دايما ما بتتغيرش. بعد كده هرتفع بسلسلة وهلف الناحية التانية وهعكس بقى، هعمل تكرار السطر التاني. اول عمود هنا اعمله في الغرزة الاولانية اللي هتقابلني واعمل عمود عادي، ونكرر بقى نفس طريقة السطر اللي فات. العمود ده انا هعمله عمود عادي خالص، والعمودين اللي بعد كده هشتغل فيهم واعملهم عمود امامي، وهنعكس بقى عكس السطر اللي فات. ودي هتبقى طريقة الغرزة معايا، كل سطر عكس السطر اللي قبله. عمودين اهم هعملهم امامي، والعمود اللي ورا ده هعمله اهو عمود عادي، ونكمل كده لحد نهاية السطر. وده كده ظهر الغرزة بتاعتي. وصلت كده لاخر السطر وهبتدي اشتغل اخر عمودين. هنا عندي عمودين امامي، وبعد كده العمود الامامي اللي كان في الظهر هنا عمود امامي هعمله عمود عادي، واخر عمود عندي هعمله عمود عادي زي نهاية السطر زي ما تعودنا بالظبط. بعد كده هرتفع بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية. بصوا بقى ابتدى يظهر معايا غرزة الوافل اهي، وهنكرر بقى السطر اللي قبله. فهعمل اول حاجة عمود بلفة في اول غرزة، بعد كده هيقابلني هنا العمود العادي هعمله عمود امامي. في الاول هتلاقي نفسك بتتلخبطي، بعد كده حتى هتاخدي بالك من الشكل ان لازم الشكل يبقى متناسق مع بعضه، فهتعرفي على طول تعملي ايه بعد كده في كل سطر. بعد كده هيقابلني العمودين دول هعملهم عمود عادي، وهتلاقي الموضوع بقى سهل معاكي خالص. يعني ممكن فعلا اول سطرين تبقي متلخبطه، بس خلاص بعد كده وانتي شغاله مجرد ما هتبصي على شكل الغرزه هتعرفي انتي المفروض تعملي هنا ايه. فهنا عندي العمود اهو شكله بارز، فهلف واعمل على طول عمود امامي فيه، هيديني نفس الشكل اللي معايا. حتى لو انتي اتلخبطتي وعملتي غلط هتلاقي الشكل بقى مش ماشي مع بعضه ومش متناسق خالص. هنا بعد كده العمودين دول هعملهم عمود عادي، وهنكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. انا عملت طول البطانية متر في متر، فشوفي ممكن برضو تعمليه 80 في 80 برضو بيبقى مناسب على حسب الطول والعرض اللي انت عايزاه. هنكمل بعد كده هنشوف هنعمل ازاي الكنار. انا كده طلعت بقى بسطور عشان بس ابين لكم شكل الغرزه. بعد كده هنمشي ازاي بقى في الكنار. طبعا هتعملي المقاس الرئيسي بتاعك وهتبتدي تمشي معايا بالخطوات اللي هنعملها دلوقتي. انا اول حاجه هاسس للكنار بنفس اللون، وبعد كده بعد ما اسس كده سطر واحد من الجناب كلها بتاعه البطانيه هبتدي بعد كده ادخل اللون الاوف وايت. ولو انتي هتكملي بنفس اللون فهتمشي نفس الخطوات من غير ما تغيري. بس ممكن نيجي في الكنار لما ندخل اللون الجديد اللي هو الاوف وايت هنصغر الابره نص درجه بحيث ان الكنار يبقى ملموم شويه معايا، ما يبقاش واسع. ما غيرتيش نص درجه مش هتفرق كتير قوي، يعني حسب ما تحبي. بس انا بقولك على التركه دي ممكن تفرق معاكي شويه في شكل الكنار. طيب احنا هنا خلاص اخر السطر اهو تمام، ده اخر حاجة عملتها. هاجي بقى هخلي الجزء الجنب ده كده هو اللي ناحيتي اللي هو من ناحية الابرة. واول حاجة هدخل كده هنا في العمود اللي في الجنب ده وهدخل فيه واسحب واعمل منزلقة. بعد كده هطلع بسلسلتين واحد اتنين. ركزي بقى هنا بس عشان هي الجنب هنا والجنب الناحية التانية هو اللي بيبقى فيه عايز تركيز. بعد كده الموضوع هيبقى سهل معانا. هاجي هنا في الفراغ ده وهبتدي اعمل عمود بلفة تمام كده. هاجي هنا في الغرزة دي اللي هي دي كده اهي، هدخل فيها واعمل عمود بلفة. بعد كده الغرزة اللي بعدها هنا اهي عمود بلفة.
تمام. هيجي عندي هنا الغرزة دي اهي اللي هي كانت هنا سلسلة، بتقابلني على طول معاها الجزء البارز الخط ده انا مش هشتغل فيها، هسيبها، هروح على طول للعمود اللي بعده الفراغ. يبقى انا الجزء او الغرزة دي اللي هي ماشية مع السطر البارز ده كده بالعرض انا مش بدخل فيه، هروح بعد كده على طول في العمود اللي بعده وادخل واعمل فيها عمود بلفة. ادي كده واحد، في الفراغ اللي بعده اللي هو بتاع السلسلة هلف واعمل فيها عمود بلفة. دي كده اتنين، بعد كده هنا في سلسلة برضو هدخل فيها، ودي كده تلاتة، وهيقابلني هنا السلسلة بتاعت السطر البارز ده مش هدخل فيها، وهخش على طول في العمود اللي بعده. يبقى الغرزة اللي هي هنا اللي بتقابلني في السطر البارز ده ما بدخلش فيه، وبعد كده ببتدي اعد 3 عواميد بلفة بمشيهم. واحد اهو في العمود اللي بعد الغرزة على طول، بعد كده هنا اهو هدخل اتنين، بعد كده بدخل في الغرزة اللي بعدها على طول هنا اهي كده تلاتة. خلاص يبقى بعد 3 عواميد بلفة، وهيقابلني الرابعة اللي هي هنا اللي هي موازية على طول للسطر البارز ما بدخلش فيه. نكرر تاني اهو، هنسيب دي وادخل على طول في العمود واحد، بدخل في مش العمود يعني بيعتبر فراغ العمود، ماشي، اتنين تلاتة. طبعا انت هتكرريها بقى كتير معاكي بطول البطانية. بعد كده هاجي في الكورنر وهدخل هنا في الغرزة اللي هي بداية السطر، هعمل فيها 3 عواميد بلفة. واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده كده. بعد كده الجزء ده هيبقى سهل والجزء ده هيبقى سهل، لان انا بدخل على طول اعمل عواميد بلفة في كل غرزة هتقابلني. فالف الخيط كده على الابرة، واول عمود بلفة اهو هدخل كده تحت الحلقتين، ده يعتبر بداية السلاسل عندي. هعمل عمود بلفة، اروح في اللي بعدها هدخل تحت الحلقتين واعمل عمود بلفة. عشان كده كنت بقول لكم في بداية الفيديو ان احنا مش محتاجين نعمل على ظهر السلسلة، لان كده كده انت هتعملي كنار، فده كله هيبقى اصلا مش باين معاكي حتة بارزة او مش بارزة، مش هتفرق معاكي. انت كده كده هتدخلي اهو في كل عمود بيقابلك وبتعملي عمود بلفة عشان تأسسي للكنار بتاع البطانية. هنمشي كده لحد نهاية السطر. العمودين عندي هنا في السطر اهو هعملهم معاكم. ادي العمود ده، العمود اللي بعده، تمام كده. وهاجي بقى هنا اللي هو الحتة اللي قبل عقدة البداية على طول هشتغل فيها الكورنر بتاعي، هعمل فيها 3 عواميد بلفة. واحد اتنين تلاتة. وهكرر تاني اللي عملته في الجنب الاولاني ده اهو، هو الجنب بس اللي بنركز فيه شوية. هنعمل هنا واحد، وهروح بعد كده نفس السلسلة اتنين، وفي الغرزة اللي بعدها هنا هدخل كده اهو تلاتة. وهسيب بقى الجزء ده او السلسلة دي اهي عشان هتبقى مقابلة للجزء البارز، واروح على طول للعمود اللي بعده. واحد اتنين ادخل كده اهو تلاتة. وبتبقي شغالة على الخيط اهو، مش محتاجة لا تنضفيه ولا اي حاجة، تشتغلي عليه هيسهل معاكي وقت. هنيجي اهو للسلسلة دي اهي مقابلة للجزء البارز، هسيبها واروح على طول على العمود، في فراغ العمود ادخل واعمل كده عمود. واحد، الجزء اللي بعده اهو اتنين تلاتة. وهنسيب السلسلة اللي عند الجزء البارز، واخر حاجة عندي اهي واحد اتنين تلاتة.
ندخل كده اهو، وهاجي هنا عند بداية السطر اهو، هعمل هنا الكورنر بتاعي 3 عواميد بلفة، 1 2 3. بعد كده هعمل عادي بقى تحت كل عمود عمود، وهكمل لحد نهاية السطر. بصوا عايزه اقول لكم بقى على التركه اللي قلتها لكم قبل ما نبتدي في الكنار، ان انتوا تزودوا تقللوا نص درجه، علشان بصوا الكنار بتلاقوه شكله بيدي اكبر من شكل الغرزه اللي هنا بتاعت الوافل، فلما بتصغري نمره الموضوع بيكون شكله احسن، وبيبقى شكل الكنار ملموم، ما بيبقاش شكله واسع قوي او فارش قوي معاكي، وتحسي ان الجناب اكبر من البطانيه. فلو عملتوا التركه بتاعت النص ابره دي، تصغري مقاسها نص ابره، هيبقى حلو قوي معاكي. وصلت كده لاخر السطر، فاضل لي غرزه هعمل فيها عمود بلفه، واجي في الغرزه هنا بتاعت السلسله دي هعمل فيها 3 عواميد بلفه، الكورنر بتاعي قبل ما اقفل السطر. 2 3. واروح هنا عند السلاسل اللي بدأت بيها السطر واقفل بمنزلقة، بس انا المفروض مش هقفل بمنزلقة عشان هغير اللون، لو انتي مش هتغيري اللون هتقفلي بمنزلقة وهتطلعي معايا بنفس الطريقة. هجيب كده اللون الاوف وايت، وهبتدي اسحب الخيط اهو من الغرزة دي ومن الحلقة اللي على الابرة، واشد الخيط كده، وهتقصي اللون الاصفر، وهتشتغلي بقى باللون الاوف وايت، وممكن ما تعيديش الخيط، ممكن تشتغلي عليه على طول براحتك اللي انت شايفاه مناسب ليكي. بعد كده هنبتدي نرتفع بسلسلتين 1 2. انا هبتدي اشتغل على الخيط عادي كده من الظهر. تمام. اول هنا عمود هيقابلني هعمله عمود خلفي، فهلف الخيط كده على الابره، هسيب طبعا السلسلتين دول مش بشتغل فيهم، انا عامله هنا فوقيهم سلسلتين اهو، وهعكس الشغل على الظهر بحيث ان انا عايزه ادخل من العمود كده اهو، واخلي ظهر العمود هو اللي بارز على وش الابره، واسحب الخيط بحيث ان انا اطلع الخيط من هنا من قدام اهو، واطلعه من الناحيه التانية، واعمل عمود بلفه عادي. لو عملتيه قبل كده هيبقى سهل معاكي، لو اول مره تعمليه هيجي معاكي مع الوقت واحده واحده. بعد كده العمود اللي بعده هعمله عمود امامي، فهلف كده زي ما كنا بنعمله بقى في غرزه الوافل، وادخل كده اخليه هو اللي وشه ليا، واسحب واعمل عمود امامي. الغرزه اللي بعدها هعمله عمود خلفي، فهلف كده الخيط على الابره واخلي ظهر الشغل هو اللي ليا، وادخل من ورا العمود بحيث هو ظهر العمود هو اللي يبقى مقابل للابره من فوق، واسحب كده واسحب من الناحيه التانية، واعمل عمود بلفه خلفي. هروح للعمود اللي بعده واعمله امامي، فهدخل كده اهو اخليه بارز ليا، واطلع الخيط من تحته واعمل عمود امامي. شايفين الشكل هيبقى بالمنظر ده كده. هلف في اللي بعده واعمله خلفي، فهخلي ظهر الشغل هو اللي ليا، بس اشوف انا داخله فين، فهدخل كده اهو واخلي العمود هو يبقى ورا، بحيث يبقى ظهره هنا هو اللي بارز، واسحب اهو الخيط اهو. بصوا بيطلع منين، يطلع من الناحيه التانية بحيث ان هو يبقى لورا، واروح في اللي بعده واعمل عمود امامي، وهكمل كده لحد ما نوصل للكورنر. الغرزه اللي قبل على طول الكورنر، انا اخر حاجه هنا عاملاها عمود خلفي، فهعمل اللي بعده على طول عمود امامي. بعد كده هيقابلني بقى الكورنر الثلاث عواميد بلفه. اخر حاجه هنا انا عاملاها امامي، يبقى اللي بعده على طول هعمله خلفي. هدخل كده بحيث اخلي العمود هو بارز من الظهر، واسحب الخيط واعمل عمود بلفه. هاجي بقى في العمود اللي في النص، هما 3 اهو، 1 انا عملته، 2 هو ده هعمل فيه 3 غرز. هعمله ازاي بقى؟ انا اخر حاجه هنا عاملاها عمود خلفي، نركز بس في الحته دي عشان هي التركه هنا بس في الكنار في الجزء ده بس. احنا هنا عندنا عمود خلفي عملناه،
فالغرزة اللي في النص دي اول حاجة هعمل فيها عمود امامي، ماشية بالترتيب اهو زي ما انا بادئه من الاول في الكنار. خلاص، في نفس الغرزة هعملها عمود خلفي، هلف الخيط كده على الابرة وهدخل من ورا واخلي العمود ظهره ليا زي ما بعمل على طول العمود الخلفي، واسحب كده واعمل عمود خلفي. يبقى انا اشتغلت على الغرزة دي عمود امامي وعمود خلفي. هعمل كمان عمود، انا همشي بنفس الترتيب، عمود امامي عمود خلفي، يبقى اللي بعدها على طول عمود امامي. في نفس العمود هسحبه كده واخليه هو اللي وشه ليا والابره هي اللي تحته اهي، واسحب واطلع الخيط واعمل عمود امامي. بصوا بالشكل ده كده. يبقى انا عملت اخر حاجه قبل العمود اللي في النص ده، كانت عندي هنا عمود خلفي، بدات عمود امامي عمود خلفي عمود امامي، وبعد كده هروح للعمود اللي بعده اللي هو في الكورنر واكمل عادي واعمل بقى اخر حاجه هي عمود امامي، يبقى ده خلفي على طول. ادخل كده، خلي ظهر العمود هو الشغل واعمل عمود خلفي. اروح للعمود اللي بعده واكمل بقى بنفس الطريقه، عمود امامي، اللي بعده عمود خلفي، ادخل كده واكمل لحد ما اوصل للكورنر. وصلت اهو للعمود اللي قبل الكورنر، اخر حاجه انا عاملاها عمود امامي، يبقى اللي بعده هيبقى عمود خلفي. نروح للكورنر عادي، اخر حاجه انا عاملاها خلفي، يبقى اللي بعده امامي. هاجي في العمود اللي هو في النص اهو، اللي هو تاني عمود في الكورنر، انا هنا عامله ده امامي، يبقى اول حاجه هعملها خلفي في العمود اللي في النص. تمام، في نفس العمود هعمل فيه واحد امامي، هدخل كده واخلي العمود هو اللي وشه ليا واعمل فيه امامي، وكمان مرة في نفس العمود هعمل فيه واحد خلفي، يبقى عملت خلفي امامي خلفي. هدخل كده الابرة من ورا بحيث ان انا ابقى مخليه العمود هو اللي وراه. تمام، واسحب. هي بتبقى رخمة شوية بس مع الوقت ما تعمليها هتلاقي نفسك اتعودتي عليه. هسحب كده اهو، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هسحب واعمل لفتين واسحب. انا كده عملت اهو خلفي امامي خلفي. بعد كده هروح عند العمود اللي بعده، خلاص كده خلصت الكورنر، واظبط كده العواميد بحيث ان هي تبقى متظبطه ومتوسطنه كده، والف واعمل بقى واحد امامي في العمود اللي بعده. تمام، بصوا بقى كده الكورنر بقى معايا اهو، شايفين شكله هيوضح بقى لما اطلع بسطرين كمان هيبتدي شكله يبان. واكمل وامشي بنفس الطريقه، انا ده عندي امامي يبقى اللي بعده على طول خلفي. اسحب كده ونكمل لحد ما نخلص الكورنر ده، هنعمله بنفس الطريقه، ونيجي هنا بقى هنشوف هنقفل السطر ازاي. وصلت كده لنهايه السطر، اخر عمود هعمله قبل الكورنر اهو عمود امامي. بعد كده هروح للكورنر، هعمل اول حاجه عمود خلفي، هيقابلني العمود رقم 2، هشتغل فيه 3 غرز. اول حاجه عمود امامي، بعد كده هعمل فيه عمود خلفي، ادخل كده من ورا العمود واسحب، طلع الخيط من قدام العمود واعمل عمود خلفي. بعد كده هعمل فيه نفسه برضو عمود امامي، ادخل كده واخر عمود عندي في السطر هعمله عمود خلفي. نفضل ماشيين بنفس الترتيب عشان ما نتلخبطش، وقبل ما نقفل السطر نتأكد كويس قوي ان احنا ماشيين بنفس التسلسل، خلفي امامي خلفي امامي، علشان لو في حاجة معمولة غلط هتضطري تفكي تاني وشكل الشغل هيكون مش حلو. لو ان انت يعني لقيتي ان في غلطة ونسيتيها طبعا هتكسلي تفكي تاني، فاحسن حاجة ان انت تتأكدي كويس ان انت ماشية صح قبل ما تخشي على السطر اللي بعده.
هنبتدي بقى نقفل. هروح عند السلسلتين اللي انا كنت بادئه بيهم السطر، هقفل في السلسله التانية من فوق، اسحب كده واقفل بمنزلقه، وهطلع برضو بسلسلتين وهلف الخيط على الابره وهشتغل عادي عند اول عمود عندي. الخلفي هعمله خلفي والامامي هعمله امامي، فالعمود ده كان خلفي اهو، فهدخل كده بحيث اخلي ظهره ليا هو اللي بارز، واسحب الخيط كده من قدام واطلع من اول لفتين واسحب، وبعد كده شكل العمود هيبقى معايا متناسق. هروح عند الامامي هعمله امامي، ادخل كده من قدامه. بعد كده الخلفي هعمله خلفي، وهنكمل بقية السطر بنفس الطريقة لحد ما نوصل للكورنر وهنشوف هنعمل فيه ايه. وصلت كده للكورنر الاساسي. انا هنا هلاحظ ان هنا عندي في 3 هم في الابيض، هما اللي بارزين، بس مش دول بالنسبة لي الكورنر دلوقتي. الكورنر بالنسبة لي هي الغرزة اللي كنا بنشتغلها في النص، 3 غرز في نفس الغرزة، هي دي دلوقتي هتبقى الكورنر بالنسبة لي. هنا هعمل عند العمود الامامي عمود امامي، بعد كده هنا في عمود خلفي ورا اهو، في عمود خلفي اهو هشتغل فيه برضو خلفي. بعد كده هيقابلني بقى ال3 غرز اللي انا كنت بشتغل فيهم في النص. اول حاجة اهو عمود خلفي اهو هيبقى ظاهر من ورا، خلفي امامي خلفي، تمام. ادي الخلفي والامامي والخلفي، هما دول ال3 غرز بتوع الكورنر دلوقتي الجديد. فانا الخلفي عندي هشتغله خلفي عادي، هاجي بقى عند اللي هو الامامي، ده يعتبر العمود اللي في النص عندي دلوقتي اللي هو رقم 2 في الكورنر، هو ده اللي هشتغل فيه برضو 3 غرز امامي وخلفي وامامي. فانا هنا اهو هعمل اول حاجة امامي، واجي بعد كده اعمل خلفي، ادخل كده من تحت العمود، بس ناخد بالنا ان احنا بنشتغل من تحت العمود اللي هو بتاع الابيض، مش هنزل للسطر اللي تحته بقى، واعمل خلفي، وبعد كده هعمل امامي. يبقى انا كده شكلت الكورنر الجديد وعملت امامي خلفي امامي. بعد كده هيقابلني خلفي اهو هعمل فيه خلفي. فناخد بالنا من التركه دي كويس قوي، لان ممكن في الاول نتلخبط، بس لو ركزنا فيها هتبقى سهله قوي. وهكمل بقى بنفس الطريقه، انا عملت دلوقتي خلفي، اللي بعده عندي امامي هعمله امامي، وهنكمل بنفس التسلسل، الخلفي هعمله خلفي والامامي هعمله امامي. وهاجي عند الكورنر برضو هوريها لكم كمان مره. وصلت كده لنهاية السطر. ناخد بالنا قبل ما ندخل على الكورنر، انا تركيزي بيبقوا على ال3 عواميد اللي في النص دول، هم دول الكورنر بالنسبة لي. ما اتلخبطش بقى وابص على دول، لا، انا ببص على ال3 اللي في النص دول الكورنر بتاعي. هكمل معاكم. ادي اول حاجة عندي هنا عمود امامي هعملها امامي، بعد كده خلفي هعملها خلفي، تمام كده. بعد كده اهو وصلت للكورنر اهم ال3 عواميد اللي في النص. اول حاجة عندي هنا امامي هعملها امامي، وبعد كده العمود رقم 2 اللي بعمل فيه التزايد بتاعي بقى والكورنر بتاعي. فاول حاجة عندي خلفي هعملها خلفي بالشكل ده كده، بعد كده امامي هدخل كده واخلي الغرزة هي اللي وشها ليا، بعد كده في نفس الغرزة خلفي وادخل من ورا، بحيث ان انا اخلي الغرزة اللي في النص الظهر بتاعها هو اللي بارز كده، واسحب الخيط بالراحة كده، اطلعه اهو، اطلعه من الناحية التانية، واخلي ال3 حلقات ورا، والف الخيط على الابرة، اطلع من اول حلقتين الف واطلع من الحلقتين التانيين. بعد كده
خلصت خلاص التزايد بتاعي او الكورنر بتاعي، هروح بقى عادي هنا في الامامي هعمله امامي اهو، وبعد كده الخلفي هعمله خلفي، وكده السطر هيكون انتهى عندي. قابلني اهو اول سلسلتين ارتفعت بيهم، هدخل في تاني سلسلة من فوق كده تحت الحلقتين واسحب واقفل بمنزلقة، وبعد كده هطلع تاني بسلسلتين، وهنكرر بقى الخلفي هعمله خلفي والامامي هعمله امامي، وهنكمل بنفس الطريقة. بصوا ما شاء الله الغرزة شكلها شيك جدا ومحملة تقيلة بجد، حلوة قوي ومناسبة جدا في الشتاء ان هي تبقى بطانية، وشغلها ممتع. ممكن يكون فيها شوية تريكات كده بس سهلة وبسيطة، لما تشتغلي كذا سطر هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا معاكي. بصوا ده ظهرها، بصوا الظهر بتاعها جميل ازاي. فيعني ان شاء الله تبقى سهله معاكم، واتمنى ان انا اكون وصلت لكم الشرح بتاعها كويس. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. شكرا لكم.